أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. يلا بقى نبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه هبدأها معاكم كده، انا نزلت السوق كان في شويه حاجات كده كانت ناقصاني، شويه خضار كده وحاجات للسلطه، فنزلت يعني عشان اجيبها، فقلت اشارك معاكم واعرفكم يعني الاسعار وكده. اول حاجه كده جبتها، جبت القوطه كيلو ونص ب10، وجبت كمان الفلفل والخيار الاتنين عاملين 10، وجبت كمان جزر برضو ب10. جبت كل حاجة من كل حاجة كده، ربع جزر على ربع خيار على ربع فلفل. وجبت كمان كيلو بتنجان عشان كنت عايزة اعمل بابا غنوج وكده. الكيلو البتنجان ده كان عامل 5 جنيه. وكمان جبت توم. التوم دوت طبعا بقى بتاع الخزين زي ما انتوا عارفين كده. الايام دي يعني بنجيب التوم عشان نخزنه بقى من السنة للسنة، انا بجيبه يعني بخزنه من السنة يقعد معايا، وبجيبه بقى السنة اللي بعدها وكده. فجبت 2 كيلو ونص ب50. الكيلو كان عامل 20 جنيه. طبعا هو غالي جدا وغالي كمان اكتر، يعني بعد ما جبته سمعت ان هو كمان غالي اكتر من كده بقى ب25 بس كده. فزي ما انتوا عارفين بقى في ناس بتحب التوم تجيبه وتفصصه كده، وبعد كده بقى تخزنه في الفريزر. انا بقى بحب اجيبه وبحطه عندي كده في المنور، وباخد على قد احتياجي يعني منه، وبيبقى فريش كده يعني، وباخد منه يعني كده على قد احتياجي في كل مرة. تمام، انا كده بقى خلصت وكمان جبت ملح، كنت محتاجة ملح، جبت كده 5 اكياس، 5 اكياس ب5. تمام. هبدأ بقى ارص الحاجة بتاعتي اللي انا جبتها. كان الدرج بتاع البطاطس انا بحط فيه بطاطس كده كان مطرب شوية، انتوا عارفين البطاطس بتبقى مطينة وكده وفيها رملة، فقلت بقى امسحه كده قبل ما احط البطاطس. بصوا، هو النهارده الروتين سريع جدا يعني مفيهوش اي حاجه، انا بس جبت الطلبات وقلت اعملها معاكم، اشاركها معاكم يعني وكده واشجعكم، بس مش هعمل حاجه اكتر من ان انا جبت الطلبات وحطيتها مكانها وكده، لان ابني كان تعبان وانا كمان تعبت بعديه، فمش قادره يعني ان انا اعمل اي حاجه. حتى كمان الاكل يعني الغدا جبته جاهز وكده، ما عملتش غدا. فانا بس عشان مش عايزه اغيب عنكم، ومش عايزه اقولكم كمان الجو اليومين دول جو تعب بجد. يعني ربنا يسترها يعني على ولادنا جميعا. فعلا اليومين دول تعب على الاطفال كلها. ابني خد دور شديد قوي، نازله ومع ترجيع وسخونيه، فتعب قوي ورحت وديته للدكتور ولسه لحد دلوقتي بديله العلاج، بس ان هو قطع الاكل خالص، مش راضي ياكل اي حاجه خالص، فمزعلني عليه جدا. فربنا يسترها يا رب ويبعد عنه كل شر. إيه بس كده. فانا حطيت بقى كمان البطاطس مكانها، وكمان جبت التموين. كنت جايبه التموين بس كنت لسه ما رصيتوش وكده. انا بجيب ايه في التموين؟ بجيب 3 ازايز زيت، انا فردين، فبجيب بيهم 3 ازايز زيت، وكمان بجيب كيسين سكر. دي ال100 اللي هي بتاعتي، وكمان اللي هي ال100 بتاعت الدعم. بجيب بها ازازتين زيت فاتح، اللي هو السلسال دوت ده الفاتح، فاجيب بيهم ازازتين، الازازة عاملة 50 جنيه، بالمية بتاعت الدعم يعني وكده. تمام. ده بقى التموين بتاعي. شلت كمان الضرفة بقى اللي هي كان فيها التموين وكده، لان كان واقع فيها سكر بقى والشاي، وكانت متبهدلة. فهمسحها كده يعني بالملمع، وابدا بقى ارص الحاجه بتاعتي. انا بعمل ايه بقى لما باجي ارص التموين كل شهر؟ بطلع الازايز اللي انا كنت جايباها الشهر اللي فات، يعني لو في ازازتين 3 باقيين من الشهر اللي فات، بطلعهم، وبحط اللي هو الجديد اللي انا لسه جايباه بحطه من جوه، وبطلع الازاز اللي هي القديمه اللي هي بتاعه الشهر اللي فات بحطها من بره، بحيث ان انا استعمل
القديم واسيب الجديد مكانه جوه، يعني مش بستعمل الجديد واسيب القديم زي ما هو مركون، لا بدخل. يعني بصي انا دلوقتي بدخل اللي انا لسه جايباه من جوه، وبحط كمان اللي هو القديم يعني بحطه من بره عشان استعمله في الاول وكده. وكذلك برضو بعمل كده برضو في السكر، القديم بطلعه بره، والجديد اللي انا لسه جايباه بتاع الشهر بدخله من جوه. يعني انا بعمل كده كل شهر لما بجيب التموين، وبالمره بقى بعمل الضرفه وبمسحها وبلمعها وبفرش كده المفرش على نظافه. لو في سكر واقع، شاي، اي حاجه كده ابقى نضفتها، وفي نفس الوقت ابقى مطلعه الحاجه اللي انا عايزه استعملها قدام. تمام كده. زي ما انا قلتلكوا النهارده، بس انا مش عملت اي حاجه، مجرد بس ان انا جبت الحاجات اللي كانت ناقصاني في البيت. كان شويه خضار وحاجات ناقصاني في البيت، و وكمان برضو التموين برضو اللي بنجيبه طبعا زي ما انتوا عارفين كده كل شهر. فبس حبيت اشارك معاكم واوريكم بس انا بعمل ايه وبظبطهم ازاي كده بعد ما بجيب الحاجه. وزي في نفس الوقت برضو مش عايزه ان انا ابقى غيبه عنكم يعني وكده. وان شاء الله استنوني بقى فيديوهات تانية كتير جدا مشجعه. ادعولي بس ادعوا كده لابني اول حاجه، ربنا يشفيه ويبعد عنه كل شر. وان شاء الله كده هرجع لكم بفيديو جديد ان شاء الله. لو الفيديو عجبك ياريت تدوسي لايك. مع السلامه.